لا هم دريانين بمشاكلنا ولا بيحلوها. كان أهم هذه الحقائق هو أن الإنترنت أصبح الفاعل الأساسي في الحياة السياسية في مصر. احنا مصر تحولت إلى مدينة فاضلة في التحرير، وخلال 18 يوم نظرا لأن كل المصريين توحدوا حوالين هدف واحد. مواقع التفاعل الاجتماعي كانت لها اليد العليا في تنظيم وتجميع الجماهير والشباب بوجه خاص وتحريك الأحداث من خلاله. بنشجع على النمو للكوادر اللي موجوده عندنا ان هم يوصلوا في الاخر للمناصب القياديه. بنبرة واثقة وحس وطني وبأسلوب راقي تعودنا عليه خلال الحديث معه، أكد أسامة كمال الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز المنظمة لفعاليات الدورة السادسة عشر لمعرض ومؤتمر كايرو ICT 2012 أن نجاح المعرض يتوقف على تضافر مجهودات كافة القائمين على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء القطاع الحكومي ممثل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الشركات المشاركة بالمعرض أو الزائرين الشغوفين بالتعرف على كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. ولأول مرة نجد في تعبيرات وجهه نظرة عتاب كتلك التي وجهها للشركات الكبيرة التي اختارت عدم المشاركة بالمعرض دون أن تعلن أسبابها الحقيقية، واكتفت بتصريحات إعلامية منافية للواقع. من خلال كل هذه الأحداث كان لنا هذا الحوار مع الأستاذ أسامة كمال الرئيس التنفيذي لشركة تريد فيرز. أسامة، الكايرو ICT بيحمل مجموعة من الرسائل المهمة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتطوير الصناعة بشكل كبير، كأحد أهم الأحداث اللي بيشهدها فعلا قطاع تكنولوجيا المعلومات. إيه أهم الرسائل اللي ممكن السنة دي بيركز عليها كايرو ICT؟ طبعا أهم رسالة اللي عايزين كل القطاعات في مصر تعرفها إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاع حيوي جدا اتأثر، ولكن هذا القطاع هو قطاع حيوي عمره ما هيوصل بيه الحال إن هو يبقى قطاع غير مهم. فبالتالي هي رسالة واضحة بقوة هذا القطاع في الظروف الحالية بالتواجد القوي اللي موجود للشركات سواء المصرية أو العالمية في السوق، اللي بتعكس حجم الاهتمام العالمي بالإضافة لقوة الشركات المصرية. دي ناحية. الناحية الثانية المهمة هو الرسالة الأفريقية. الرسالة الأفريقية المتمثلة في وجود الوزراء الأفارقة اللي هيكونوا موجودين في افتتاح هذا المعرض، هيزوروا كل الشركات بحيث اننا نمد جسور الثقة بيننا وبين افريقيا مرة تانية. الرسالة الثالثة وهي رسالة برضو مهمة هي وجود المؤتمر WSA أو مؤتمر القمة العالمية بجوائزه وتوزيع الجوائز. هيبقى في حوالي 40 دولة موجودين في ممثلين في ده. فده بطبيعة الحال بينقل ان مصر بكل الدعايات اللي بتقال عنها ان مصر مش امان وان الناس مش مفروض تيجي والامريكان عاملين علينا حظر زيارة ومين عاملين ايه، ان كل ده كلام. عندنا مشكلات، احنا عارفين ان مصر يعني مشكلات، بس المشكلات المقارنه فيها في موضوع الامن والامان بنقارن بمصر مش قبل فتره الاضطرابات، مش بنقارن بالعالم، لان احنا ما زلنا اكثر امانا من معظم دول العالم. كايرو ICT عودنا ان هو يكون ليه دور ليس دور محلي ولكن دور عربي اقليمي اكتر، من خلال دعوته للكثير من الخبراء المشاركه والشركات العالميه والشركات الاقليميه. نقدر نقول كايرو ICT 2012 ماذا يحمل في جمعه؟ كايرو ICT 2012 من ضمن الزوار والمتحدثين اللي موجودين في المؤتمر مجموعه من قيادات ICT في العالم العربي، ودي برضو من الحاجات اللي حصل فيها تطوير السنه دي اكتر من السنين اللي فاتت، منها الشيخ حسن جابر من قطر اللي مسؤوله عن ICT، ومجموعه من المشغلين اللي في الدول العربيه للتليفونات للهاتف المحمول. ده بالاضافه ان في اقبال احنا حاسينه وشايفينه من زوار موجودين من الدول العربيه انهم يكونوا موجودين. على المستوى الاوسع من الاقليمي هو تواجد الشركات سواء العالميه المعروفه او تواجد الشركات غير المعروفه من بشكل غير تقليدي ما كانش بيحصل قبل كده، مثلا من دول زي تركيا. ما كانش عندنا الا نادرا لما يكون موجود عندنا شركه ولا حاجه زي كده من تركيا. وجود فرنسا كدوله مره ثانيه للسنه الثانيه على التوالي، وجود شركات من الصين، وجود الشركات اللي عارفه ان كايرو ICT
لا يغطي مصر فقط ولكن يغطي الدول الاخرى المجاوره اللي الحقيقه كلها عندها مشكلات، يعني قد تختلف عن مصر شويه لكن عندها مشكلات. المنطقه كلها في حاله مخاض، لكن في شركات قويه عارفه ان في فرص استثماريه مهمه جدا موجوده سواء في مصر او في البلاد اللي حوالينا، فبطبيعه الحال لازم بتتواجد، وفعلا هم متواجدين. طيب كثير من الشركات العالميه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتؤكد التزامها بتطوير ودعم السوق تكنولوجيا المعلومات المصري، ولكن يلاحظ ان البعض لم يتواجد في كايرو اس تي 2012، ورغم ان الكثير اختار ان هو يتواجد للمره الاولى في المعرض. كيف تفسر هذا؟ بس خلينا نتفق ان يعني حضرتك اعلامي وصحفي وتعلم تماما ان هناك تصريحات للاستهلاك وهناك تصريحات حقيقيه. ان الشركه تترجم تصريحاتها الى واقع، كايرو اي سي تي هو المثال، لاننا ما نقدرش نعرف ايه اللي بيحصل داخل الشركات. هناك شركات من غير المشاركه قامت بتوفير 40% من عمالتها او نصف عمالتها او اقل او اكثر. دي معلومات قد تتنامى لينا كاعلاميين وقد لا تتنامى لينا، ولكن الدليل الواضح بيكون في التزام الشركات، بيتضح في مجال بالذات في المجال بتاعنا في معرض الاي سي تي. زي ما هو موجود، كان لسه من اسابيع قليله كان في معرض للسيارات. الناس اللي راحت، لانه يعني خلينا نتكلم على موضوع السيارات ده لانه هو اقرب للذهن. الشركات اللي التزامها واضح ان توكيلاتها شغاله بشكل قوي، انها بتقدم الصيانه، انها بتعمل ايه، بتتواجد في هذا المعرض لانها بتقول انا جزء من هذا البلد. صحيح. فبالتالي المساله مش مساله مبيعات زادت او انخفضت، لا انا موجود عشان اقول انا موجود بشكل قوي. للي عنده عربيه ما يخافش، التوكيل مش هيقفل فيلاقي نفسه مش عارف يعمل الصيانه. اللي ما عندوش بيقول له لا اشتري عربيتي لان انا قوي واقدر لما تجيلك الفرصه انك تشتري. نفس الحكايه في مجال الاي سي تي. مفيش اقبال من الحكومه على الاستثمار في الفتره الحاليه، طبعا احنا داخلين على انتخابات رئاسيه في خلال شهر. وعندنا في نفس الوقت الكثير من التغيرات اللي بتحصل، فبطبيعه الحال يعني الفرص الاستثماريه مش هتتحقق في خلال 3 شهور ولا شهرين. ولكن التزام بالتواجد في السوق برساله قويه للحكومه وللمجتمع الاعمال وللمجتمع بشكل عام. معظم الشركات اهتمت، مايكروسوفت اهتمت، اس اي بي اهتمت، اي ام سي اهتمت، زيروكس اهتمت، مش عايز انسى الاسامي لان دول الكثير من الشركات العالميه اللي عملوا هذا الاهتمام الكبير. الناحيه الثانيه هي ان عندنا بنقول الشركات اللي ما قدرتش انها تبقى موجوده اكيد عندها ظروف، يعني احنا بنتفهم الظروف. بس هل هذا يلتزم مع التزامها بتنميه السوق؟ هو اذا كانت اعلنت التزامها اذا هذا الاعلان كان اعلان غير حقيقي. اذا كانت عندها ظروف لابد انها تعلن ظروفها للمجتمع، لابد ان شركه من الشركات الكبيره جدا الضخمه جدا اللي مشاركتها في معرض لا تشكل نسبه 1 في 1000 من نسبه التسويق بتاعتها والعلاقات العامه، انها تقول للناس والله يا جماعه انا شركه النهارده اعاني من ظروف ماليه شديده جدا، فمن يتعامل معي عليه ان هو يضع في الاعتبار ان انا شركه بتمر بظروف صعبه. لكن يطلع يقول في تصريحاته انا لا اعاني من مشكله، انا ملتزم بمصر، انا ملتزم بالاستثمار في مصر، انا ملتزم بمش عارف ايه، وبعدين نلاقيه مختفي. هو ده دي الحاجه المحيره يعني. طب يعني انت اسامه اكيد بتزور معارض في منطقه الشرق الاوسط وبتشوف قد ايه الدعم الحكومي بيكون لهذه المعارض نظرا لاهميتها بان هي بتروج للصناعه الوطنيه. وجايتكس كمثال يعني بنلاقي الحكومه الامارات، حكومه الامارات تحديدا، يعني تقريبا نص المعرض بيبقى او ثلثه بيبقى محجوز لحكومه الامارات. الى اي مدى شايف ان الدعم الحكومي لكايرو اي سي تي يتناسب مع اهميه المعرض؟ في ظل الظروف اللي بتمر بيها مصر يعني مش ممكن ان انا كنت اطلب من الحكومه انها تقدم دعم اكتر من اللي هي قدمته، لان مصر بتمر بظروف، الحكومه عندها مشكله ماليه كبيره جدا. ورغم ذلك الدكتور محمد سالم، وزاره الاتصالات، وزاره التنميه الاداريه، الهيئات التابعه لوزاره الاتصالات متواجده بشكل يعني مقبول في ظل هذه الظروف.
لو رجعنا للي كنا بنطالب بيه فيما قبل الثورة، لا طبعا ما قدم قبل الثورة لهذا الحدث أقل بكثير مما كان المفروض أن هو يقدم. لكن سيرا على خطى ما كان يقدم، لا احنا أن تحافظ وزارة الاتصالات على هذا التواجد بهذا الشكل، أنا أعتقد أن هو يعني شيء يحسب ليهم. ما نقدرش نقول لهم لا أنتوا ما عملتوش الجهد الكافي أو الدعم الكافي، لا شاكرين، ولكن نرجو مع تحسن الظروف في الفترة اللي جاية ان هذا الحدث يظل في بؤرة اهتمامهم، مش بس من ناحية التواجد المادي والمالي والتواجد بالاشخاص، لا التواجد في التسهيل والتيسير والدعاية ان في مناسبة في مصر في هذه الفترة، يا منطقة الشرق الاوسط يا افريقيا، تعالوا مصر لان عندنا احتفالية بعيد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اتعودنا ان بيتزامن مع معرض كايرو اي سي تي مؤتمر عاده بيركز على اهم القضايا الساخنه اللي بيشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لو تدينا فكره اهم المحاور عن اللي هيتناولها المؤتمر. خليني قبل المحاور عايز اقول فكره المؤتمر في المقام الاول. لما بدانا في 96 بدانا بمعرض ومؤتمر، في الوقت اللي كانت المعارض المحيطه زي ما حضرتك ذكرت جايتكس ما كانش عندها هذا المؤتمر، ما بدأش يبقى فيه مؤتمر في جايتكس إلا من 3 سنين. فالأساس إن كان الفكر الموضوع للكايرو اي سي تي من الأول هو الفكر الصحيح اللي بدأ الآخرين بيعملوه. غيرنا هذا الفكر اعتبارا من السنة اللي فاتت اللي هي 2011، ونقلنا قاعات المؤتمر داخل المعرض عشان يحصل إقبال أكتر. ده كان لما عملناه كان بنقول ان كان في روح الثوره في 2011، فكان عايزين نعمل حاجه ثوريه، وفي وجود شباب كتير قوي جم زاروا المعرض لو انت متذكر في المعرض اللي فات. بالتالي احنا بنكرر التجربه السنه دي. المحاور الاساسيه اللي موجوده طبعا عندنا ما يتعلق بشعار المعرض السنه دي، بنتكلم على ربيع التكنولوجيا. نقصد ايه بربيع التكنولوجيا؟ مش بس ان احنا بنتكلم على الربيع العربي والاسقاط على ده ان هناك حاله التغير الثوري اللي موجود في بلادنا، لكن بنقول ان في لحظه من اللحظات، واكيد حضرتك حسيتها، ان المستخدم للتكنولوجيا حتى لو كان مؤسسات بيقول احنا حصل لنا تشبع، خلاص بقى احنا هنعمل ايه اكتر من كده. لكن واقع الامر التكنولوجيا كلها على بعضها ما زالت في مرحله النمو الفريش الجديد، ما زالت أسواقنا وما زالت أعمالنا وما زلنا كأشخاص مستعدين نتقبل تكنولوجيا تانية. From dreams to needs. احنا بنقعد نحلم بتكنولوجيا، وبعد كده تتحول التكنولوجيا ديت إلى احتياج، وبعد ما تتحول لاحتياج تتحول إلى شيء أنت مش شايفه. تذكر حضرتك لما كنا بنتكلم على التليفون المحمول، وكان حلم ان يبقى ايه ده، نشوف في الفيلم واحد ماشي ماسك تليفون من غير سلك. وبعدين الناس ابتدت تشتري تليفونات، اللي هو متذكر التليفونات السيناو اللي هو عشان يبقى واصل على الخط الارضي ويمشي بيه 4 كيلو، ويقول لك ده مدار 4 كيلو. فكانت احلام بقت احتياجات، ان انت النهارده لو نسيت تليفونك في البيت بتحس ان انت ماشي كانك نزلت من غير حاجه مهمه جدا ممكن ترجع لها تاني. النهارده بقى وجوده شيء عادي جدا. نفس ده بينسحب على باقي التكنولوجيا. انا عايزك تتخيل بعض الحاجات اللي كنا بنبص عليها انها تافهه من كام سنه، النهارده ما تقدرش تعيش. تخيل نفسك عايش من غير الفيسبوك. ازاي؟ صحيح. انت النهارده بتتواصل مع كم من الناس سواء على مستوى العمل او على المستوى الاجتماعي من خلال ده. النهارده اهم قناه تلفزيون في العالم هي مين؟ اليوتيوب. هي اليوتيوب. والنهارده بقى انك تقدر تعرف الخبر بقى بالشكل ده. النهارده احنا بنتكلم جوه عالم رقمي. عالم رقمي هو النقله الطبيعيه اللي حصلت لتركيبه الدمج بين ما هو اعلام مقروء ورقي، وما هو اعلام مقروء على الانترنت رقمي، وما هو فيديو موجود، وما هو صوت. فانت حضرتك عملت الكونفرجنس اللي اتعملت عليه المؤتمرات والابحاث والمش عارف ايه، وازاي ما هو حاصل اهو قدامنا. احنا بنبحث في ايه؟ صحيح. احنا بنبحث فيه وهو احنا قاعدين عايشين فيه. فبالتالي هي دي كانت احلامنا اللي بقت احتياجاتنا، اللي بقت شيء
اساسي. النهارده بالنسبه لي ان انا ادخل كل يوم اشوف عالم رقمي بعت لي فيديو بتاع مين النهارده بقى شيء من الروتين اليومي. فده الجزء الاساسي. في نقاش الحلقه النقاشيه الاولى اللي دايما بتدور ما بين مشغلين التليفون في مصر، معاهم الثابت والمحمول ومعاهم جهاز تنظيم الاتصالات، بنتكلم على القضايا اللي مطروحه حوالينا. لان النهارده لما نسمع ان وصلنا الى حاله تشبع في التليفون المحمول تخطى ال 100%، وده كان تصريح الدكتور محمد سالم، اذا احنا يعني على اعتاب نقله ثانيه. صحيح. النقله الثانيه اللي بتحصل ما يوفره مشغله المحمول للمواطن لا يرقى الى تطلعات المواطن، لكن ده بيتطلب استثمارات. هل السوق يستوعب هذه الاستثمارات ولا لا؟ طب التمويل يجي منين؟ النهارده احنا معانا بنكين كبار، بنك زي بنك مصر وزي البنك المتحد، وبنتكلم على اتحاد بنوك مصر موجودين بطارق عامل رئيس البنك الاهلي اللي هو رئيس اتحاد البنوك، جايين عشان يكلموا مع قطاع تكنولوجيا المعلومات ازاي نمولكم، وخصوصا شركات السوفت وير. فالنهارده كايرو اس زي ما حضرتك عهدتوا ما هواش بيناقش الحاجات اللي بعيده عننا، لا بيناقش حياتنا فيها ايه. دي ناحيه ثانيه. الناحيه الثانيه في عندنا مثلا مبادره البرود باند. مبادره البرود باند طرحها الدكتور محمد سالم، والشركات ما وافقتش عليها. وما وافقتش عليها الشركات لانها بتتطلب استثمارات. والشركات ما اعتقدش ان يبقى عندها مشكله انها تحط استثمارات لو شافت العائد. يبقى احنا لابد نقعد ونناقش العائد. عندنا موضوع خطير، مصر بتتغير دلوقتي. احنا بنتجه ليه، في عندنا النهارده حزب الحريه والعداله هو حزب الغالبيه، ورا منه حزب النور السلفي. اذا هناك اتجاه اسلامي في مصر. مش عايز اقول انه اتجاه اسلامي، بس عايز اقول انه هو اتجاه محافظ في مصر. فطرح في مجلس الشعب على سبيل المثال الرقابه على الانترنت. هم سموها الحد من المواقع الاباحيه. بس كلمه الحد من المواقع الاباحيه لا تعني هذا فقط، ولكن تعني الحد من حرية تداول المعلومات اللي احنا بنعمل لها قانون هيناقش في واحدة من الجلسات على قانون حرية تداول المعلومات. النهاردة أنا شخصيا مش فاهم إزاي مثلا هيتم الحجب، من هي الجهة التي تحجب، مين الجهة اللي هتبلغ جهاز تنظيم الاتصالات احجب، وبناء على إيه؟ هل النهارده اليوتيوب اللي جواه بعض الحاجات الاباحيه وجواه بعض الحاجات غير الاباحيه هيتم حجبه كله؟ بالظبط. ولا حته منه؟ هل لو النهارده CNN صفحتها الاولى نزلت عليها واحده بالمليون، هل هيتم حجب CNN في مصر؟ القضيه مش بالسهوله اللي الناس متخيلها وخصوصا اعضاء مجلس الشعب. عشان كده احنا موجهين الدعوه لحزب الحريه والعداله والحزب النور والاعضاء مجلس الشعب ان هم يجوا. مش عيب ان هم يجوا يتعلموا من المتخصصين، لا تعالوا اسمعوا منهم وتعلموا. ووجهنا الدعوه بشكل رسمي، ووجهنا الدعوه بشكل النهارده من خلال حضرتك ان هم تعالوا واسمعوا وناقشوا وقولوا. صالح المجتمع في الاخر خالص هو الكلام مع بعض، التحاور. فدي بعض المحاور اللي موجوده. طبعا في محاور اخرى بنتكلم عن استعداد الحكومه لانتخابات الرئاسه اللي هتكون بعد اقل من شهر من المعرض والمؤتمر. هل النهارده القواعد البيانات القوميه هل هي فعلا منقاه؟ هل هي فعلا مؤمنه؟ هل هي فعلا قادره انها تتعامل مع الضغط الشديد اللي هيحصل من المواطنين؟ لان النهارده كل المصريين عايزين يشاركوا. خلاص يعني موضوع المشاركه دي كانت قصه من سنتين بنقعد نقول لماذا لا يشارك المصريين؟ النهارده بنتكلم على لا، مشاركه المصريين كبيره. صحيح. هل البنيه الاساسيه اللي موجوده المعلوماتيه دي قادره انها تتحمل هذا الضغط الشديد عشان تخرج لنا انتخابات نزيهه؟ وممكن تكون انتخابات نزيهه ولكن الناس تشكك فيها لان العمليه الاجرائيه فيها مشاكل. فبالتالي ان الناس تبقى ضامنه انها فعلا نزيهه، واحنا في حاله انعدام ثقه. صحيح، بين كل الاطراف. صحيح. عودنا كايرو اس تي وانت اعلامي اسامه وفاهم ان يعني ايه اهميه ان يبقى في مبادرات لتنميه السوق. فكايرو اس تي عودنا من زمان ان هو بيبقى حريص جدا على اطلاق مجموعه من المبادرات من خلال الشركات اللي مشاركه فيه والكيانات الموجوده فيه. فيا ترى 2012 ايه الجديد اللي ممكن كايرو اس تي يقدمه؟ في بروتوكول هيوقعه وزير الاتصالات مع وزير التعليم العالي الخاص
يسمى الكمبيوتر اللوحي، يعني التابلت يكون موجود ويتم توفيره لطلاب الجامعه بشكل مهم. في بروتوكول تاني هيوقع مع وزير الدوله للبيئه. البروتوكولات دي هي اللي بينتج عنها بعد كده هذه المبادرات. الشركات نفسها على سبيل المثال مثلا مايكروسوفت عندها عامله التصفيات النهائيه للايماجن كاب، هتتم جوه كايرو اس تي، اللي هي التصفيه النهائيه اللي هتؤدي الى سيدني، الايماجن كاب في سيدني. انا بدعو الناس انهم يجوا يشجعوا الفرق، الاربع فرق اللي هتبقى في التصفيه النهائيه خلال كايرو اس تي، انهم يكونوا موجودين ويشوفوا بعينهم مين الولاد اللي هيطلعوا يروحوا ده. الشركات المحمول السنه دي يعني اعتقد انها بتتعامل مع كايرو اي سي تي بجديه اكتر من السنتين اللي فاتوا. السنه دي يعني كان مثلا شركات المحمول اختفت من الشوبرز اريا. لا، شركات المحمول رجعت الشوبرز اريا، عندها حاجه جديده تقولها. كان اختفائها قبل كده انه جاي هيبيع خط عشان يقول الو واعمل دم، بيتباعوا النهارده عند البقال. لكن النهارده بقت في حاجات تقدم للمستهلك، سواء يعني مش قادر اعرف هي ايه بالظبط، لكن انا عارف خدمات الاهتمام الكبير قوي ده منهم ان هم يتواجدوا بمساحات كبيره جوه الشوبر، بتعيد لذهني انا شخصيا الشوبر في وقت اللي كان فيه عامل ده. في نفس الوقت الشركات اللي بتقدم لابتوبس اتش بي وغيره وتوشيبا وده، الشركات اللي بتقدم شاشات، الشركات اللي بتقدم التابلتس زي ما قلنا، اعتقد انها بتعمل الجو اللي احنا هنشوفه في المعرض. يعني منذ اكثر من 6 سنوات كان دايما للشباب ومطوري البرمجيات خاصه طلبه الجامعات تواجد دائم في كايرو اي سي تي. هذا العام ماذا سيتم للجامعات تحديدا؟ للجامعات تحديدا يعني ما فيش برنامج محدد معمول، ولكن في بوجود WSA اللي هو مؤتمر القمه العالمي، لان دول كلهم شباب، فهم بالتالي مدعوين هؤلاء الشباب ان هم يشاركوا نظرائهم من العالم، ان هم يتواجدوا في وسطهم، يتعلموا منهم ويعلموهم. يعني المساله تبادل خبرات، تبادليه موجوده. في نفس الوقت احنا بنقول لا، احنا السنه دي عايزين الشباب، لان في بعض يعني مثلا بلاك بيري جايبه المطورين هم اللي بيعرضوا اول مره بلاك بيري تشارك في الاي سي تي. يعني هو ده، بص حضرتك اللي كنا بنتكلم عليه، ان في وقت الازمه ايوه بيبان لازم الشركات تكون موجوده. بلاك بيري كنا يعني بنقول معقوله بلاك بيري عندنا هذا الكم من الناس اللي بتستخدمه في مصر وهم مش عايزين يتواجدوا؟ الرساله وصلت لهم فكانوا موجودين. النهارده لما تختفي شركه زي ابل، مش من كايرو اس تي، لما تختفي من مصر تروح تقفل مكتبها وتروح، وفي هذا الكم من مستخدمي الايفون والايباد، ومفيش احساس بان لا انا لازم اقول للناس دي انا موجود. صحيح، مفيش اي التزام بتنميه السوق. قفلوا مكتبهم. يعني بقى النهارده اللي موجودين هم الموزعين بس. فالنهارده بقول لا، دول وجايين بمطورينهم، جايين يعملوا ده، جايين بيدوروا على مطورين. انت تعرف، اكيد تعرف اكتر مني بكتير، في الصعيد مصر وفي الدلتا كام ولد وبنت قاعدين جوه بيوتهم، صحيح، وبيطوروا وقادرين وبيبعتوا على بره واحنا مش حاسين بيهم خالص. فعلا. يعني انا ارجو برضو من خلال موقع حضرتك ومن خلال جريده حضرتك ومن خلال قناه حضرتك اننا نبعت نقول للشباب دول تعالوا قدموا نفسكم عند الباب، احنا مطورين، يسالوا عليك، يسالوا عليا، ويكونوا موجودين عشان خاطر نقدر ان احنا نبني هذا المجتمع. صحيح. الشاب. صحيح. اكيد يا اسامه، انت عارف ان يعني عدد كبير من الشركات تكنولوجيا المعلومات بتعد شركات صغيره ومتوسطه، الشركات المصريه. كايرو اي سي تي عودنا ان دايما بيبقى ليهم مكان وليهم وضع في المعرض، بحيث ان هو بنعرض ايه اللي عندنا. يا ترى السنه دي الاخبار ايه؟ الحقيقه المهندس ياسر القاضي متبني الموضوع ده بشكل قوي، ومن اول لحظه ومن فور انتهاء معرض 2011 وهو قال احنا هندعم الشركات مش بس الصغيره والمتوسطه، احنا هندعم الشركات الصغيره ومتناهيه الصغر انها تكون موجوده في جناح الإتيدا. اعتقد ان في حوالي 60 شركه من هذا الحجم موجوده داخل جناح الإتيدا في المعرض. واحنا كنا قاعدين قبل بدايه التسجيل مع حضرتك، كنا قاعدين ملتقيين
مع اعضاء مجلس اداره غرفه تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكان هناك طلب منهم، رغم ان احنا باقي ايام قليله على المعرض، طلب منهم لمشاركه بعض شركاتهم الصغيره والمتوسطه، وطبعا احنا رحبنا بده، والغرفه نفسها دعمت هذا التواجد. انا بسمي ان ده الروح بتاع المعرض. النهارده الشركات الكبيره ممكن تتعرف على بعض تكنولوجياتها بوسائل اخرى غير المعارض، ولكن المعارض هي الوسيله الوحيده لهذه الشركات. مفيش سكه تانية خالص ان هذه الشركات ممكن تقول للناس هي عندها ايه الا اذا كان من خلال المعرض. احنا عارفين ان علينا واجب احنا كمعرض تجاه هذه الشركات، فبالتالي احنا بنيسر ليهم ده، بنوفر جزء كبير قوي من التكلفه عليهم، وبنتفق مع بعض الجهات زي التيدا وزي الغرفه انها تساعدهم على المشاركه بشكل هم يقدروا عليه، يقدموا فيه افضل ما عندهم. واعتقد السنه دي هنشوف حاجات كويسه في الاتجاه ده. عاده المعارض بتبقى ليها دور في ان هي تعمل ماتشمينج ولقاءات تعارف بين الشركات سواء المحليه واللي جايه لنا من بره من خارج مصر، على اساس يحصل فيه تعارف وتبادل خبرات وكده. يا ترى كايرو اي سي تي يعني الى اي مدى اهتموا بهذه النقطه؟ يعني هو ده الاساس. يعني الناس لما بتتكلم تقول صناعه المعارض، صناعه المعارض قايمه على موضوع النتوركينج والماتش ميكينج. الناس ممكن تقارنه بمؤتمر، ولكن المعرض افضل من مجرد مؤتمر قائم بذاته، لان الناس عندما تزور المؤتمر بتهتم بس انها تقضي ساعات حضور الجلسات، وبعد كده ما بيبقاش عندها حاجه تانية تعملها، فما بيحصلش هذا النوع من النتوركينج. المعارض بتوفر انك تحضر مؤتمر ثم تحضر فانكشن، زي مثلا احنا عندنا الجالا دينر بتاعنا اللي معمول في القلعه السنه دي، عشان خاطر الناس تقدر انها تقعد مع بعضها الفتره دي تكون موجوده. فتره ما بين جلسه الافتتاح وجوله الوزير والغدا اللي على اساسه هتقام الندوه الحلقه النقاشيه، دي فترات نتوركينج. بالنسبه للماتش ميكينج نفسه، الشركات العالميه اللي بتيجي اللي ملهاش تواجد في مصر بتبعت تطلب مننا، واحنا عاملين عندنا يعني قسم موجود في الشركه بتقول احنا عايزين نلتقي بنظرائنا المصريين في هذه القطاعات، او بعملائنا او العملاء المحتملين في مصر، اللي عايز يقابل بنك او اللي عايز يقابل شركه بترول، اللي عاوز يعمل ده. فبالتالي احنا بنعمل التوجيه اننا بنتصل بالناس ونقول لهم يا جماعه في عندنا شركه جايه من فرنسا عايزه تلتقي بيكم، مين من عندكم؟ فنبتدي ممكن نساعد في تحديد الميعاد او اننا بنعمل التوصيل بينهم بعض. ده مش موجود في معظم المعارض. ايوه فعلا. يعني لكن احنا بنقول ان دي خدمه بنقدمها لعملائنا عشان خاطر يكرروا الاشتراك تاني. احد الحاجات المفترض ننظر ليها صناعه المعارض، وانت عندك خبره كبيره جدا في الموضوع دوت، ان هو مش مجرد معرض، ده سياحه وترويج للبلد ككله، امكانيات البلد، وبالتالي محتاجه مش تضافر بس جهه وجهه المنظمه، بس تضافر كافه الاطراف المعنيه بايصال الصوره الصحيحه لبلدنا. فالى اي مدى هناك تنسيق وتعاون بين الجهات المعنيه بدوت مع منظم المعرض؟ ولا حاجه، مفيش اي تنسيق يعني خالص. يعني خليني اقول ايه تاني، مصر بتمر بظروف صعبه، الحكومه المصريه عندها مشاكل، ولكن الكلام ده ما كانش بيحصل قبل الثوره. بس احنا كنا بنشارك في معرض للسياحه في ايطاليا مثلا، يعني الحكومه قادره تشتغل، يعني الحكومه قادره تشتغل في جذورها المنعزله. بتوع السياحه يشتغلوا على السياحه، بتوع الاتصالات يشتغلوا على الاتصالات، بتوع الايه يشتغلوا على ايه. لكن ان الحكومه تيجي تقول ده السياحه جزء منها معرض الاتصالات او معرض السيارات او معرض الاثاث او معرض الكذا، احطه على اجندتي عشان خاطر اروج له بالظبط، هو ده اللي احنا بنشوفه. ان ده يجي، انا اعتقد ان احوج ما نكون النهارده عايز اقول لحضرتك على حاجه. انت النهارده عشان خاطر تفتح الاماكن السياحيه مثلا، عشان خاطر تنظم حاجه بالاضافه لده، عمليه اصبحت مرهقه جدا ومحدش عايز يمضي والناس خايفه تعمل طب يا جماعه احنا في الاخر خالص احنا عندنا فرصه. بالظبط. حتى لو كانت فرصتنا اللي بنقدمها احنا كمعرض اتصالات بالنسبه للسياحه هي فرصه في عرف الملايين من السياح المنتظرين صغيره، لكن هكذا تقوم اي صناعه
جزء صغير جنب جزء صغير بيبني لك بالظبط الصناعه. هي الناس بتروح دبي، هي دبي فيها ايه؟ دبي فيها احداث بتحصل. ايوه. كل هذه الاحداث تؤدي الى ان الناس تجيها. النهارده اصبحت الغرف في دبي اغلى من لاس فيجاس. صحيح. يعني بسبب ايه؟ بسبب هذا الاقبال الذي لا ينقطع على معرض، مؤتمر، حدث سياحي، سباق، مسابقه، كلها حاجات جنب بعضها بتعمل ده. والله يكون في عون الداخليه بقى في بقيه الحاجات يعني في اللي حاصل ده، لكن طبعا دورهم في اللي بيحصل ده لا، دور ضعيف جدا. يعني نتمنى كده ان هم لما يستعيدوا عافيتهم نبقى لينا كلام معاهم نقول لهم لا يعني لازم تعمل. ندرك تماما ان يعني اصرارك على اقامه كايرو اي سي تي 2012 ده تحدي في حد ذاته ونجاح، ولكن نريد ان نطمئن يعني ازاي المعرض، هل في معدل نمو، المساحه، عدد المشاركين، عايزين نعرف الارقام الخاصه بالمعرض. اولا هو تحدي ونجاح مش لينا احنا والشركات المشاركه، هو تحدي ليهم واصرار من عندهم ونجاح ليهم، وان شاء الله النجاح ده يكلل بنتائج ليهم ان هم يشاركوا، حتى لو كان الناس بتشكك في مصر كلها في التوقيت ده. مشكله مصر ان اولادها هم اللي بيشككوا فيها. اللي بره شايفين مصر احسن ما احنا شايفينها. احنا يمكن عشان جوه، الواحد لما بيبقى جوه الحاجه بيبقى نظرته يعني ضيقه اكتر. بس اللي عايز اقوله معلش، يعني هي دي عادتنا كمصريين اننا نحب نجلد ذاتنا او نمجد في نفسنا في وقت احنا مش محتاجين نمجد في نفسنا. لو تعاملنا مع الامور بشكل طبيعي هنقول ما هو الناس اهو شغاله، عجله دايره، مش لازم نقول عجله الانتاج عشان الناس ما تزعلش، العجله دايره، عجله الحياه دايره. بننزل، بنروح شغلنا، بنرجع، بنعمل، بنقبض، بنصرف، بنشتري، بنبيع، بنعمل. يعني لازم يبقى في اقل قدر ممكن يبقى موجود من طبيعيه الحياه. ده انعكس ازاي على المعرض؟ لا، مفيش نمو عن السنه اللي فاتت، ولكن مفيش انحسار، وده اللي مهم. ان النمو بيحصل في فترات النمو. احنا في مصر يعني ما اعلن مؤخرا ان معدل النمو في مصر هيكون 1.5%. 1.5% مقابل معدل زياده السكان 2.75%، يعني معناه سلبي. فمن يحافظ على اعماله انها حتى لو لم تنمو فبقيت على حالها، او حتى لو تراجعت بشكل طفيف، انا هرفع له القبعه واقول له برافو عليك انك انت لسه مستمر، وان انت لسه شغال، وان انت لسه عامل ده. اكيد ما اعانيه في معرضي تعانيه حضرتك في جريدتك وفي موقعك، ويعانيه صاحب اكبر شركه موجوده في مصر وصاحب اصغر مكان موجود في مصر. بس وضعنا فيما بعد الثوره افضل من اوضاع معظم بلدان الربيع العربي فيما بعد ثورتها، حتى لو ادعينا عكس ذلك. حتى لو ادعينا على المواطن المصري ده اللي بيمشي عكس الاتجاه، ده اللي بيعمل ايه، احنا مخالفتنا طفيفة جدا مقارنة بين البلد في ثورة. ايوه طبعا. يعني اللي احنا بنعمله المخالفات دي والخروج على النظام والتثبيت على الدائري والمعرفش، كل ده لو حطيناه وقلنا هو ده نتاج ان البلد عدت في ثورة، لا الحمد لله هذا الشعب بنسبة 90% ملتزم ان هو يحافظ على اسلوب حياته، نرجو ان هو ينميه ويطوره الفترة الجاية. ثورة 25 يناير الناس قالت ان هي ثورة تكنولوجية في المقام الاول، وتوقعنا ان هو في ظل تزايد عدد مستخدمين التكنولوجيا والتليفون المحمول ان هو يتبعها زيادة في او تنمية الطلب على التكنولوجيا، ولكن لم يحدث هذه النقلة. فسر ده بايه، وازاي كايرو اي سي تي ممكن يساعد في ان هو يبقى في تنمية للطلب فعلا؟ بس خليني اقول لحضرتك حاجة، هو واقعيا حصل نمو في الطلب بلا شك. يعني النهارده لما نسمع ان سنة 2011 وبدايات 2012 ان حصل زيادة الى حد كبير في مبيعات اللابتوب، طب ما هو ده انعكاس
لان الناس اهتمت بده. ان النهارده نقول ان يمكن الشركات ما بتكسبش، يعني هامش الربح مش زي الاول، تمام، لان المنافسه كبيره والناس عندها بضاعه وعايزه تعمل، ففي اليات بتبقى موجوده للسوق. احنا كايرو اي اس تي بنعمل ايه؟ احنا ككايرو اي اس تي بنقول والله احنا بنرفع اهو العلم، بنضرب الجرس ونقول يا جماعه يعني اشتري تكنولوجي النهارده والدولار ب 6 جنيه، سواء كنت كمستهلك او كنت مؤسسه، قبل ما ممكن يحصل فيه اي تطور في سعر الصرف. فاللي انت كنت ممكن تشتريه النهارده ب 10 جنيه ممكن تشتريه ب 11 او ب 12 فيما بعد. ففي فرصه موجوده. وفرصه موجوده ان كل الناس في فترات المعارض بتبقى عامله نوع من انواع البروموشن، سواء للمستهلك او حتى اللي بيعملوا على مستوى تعالى اعمل بنيه اساسيه لده، بيبقى في نوع من انواع البروموشنز بتبقى موجوده في المعارض. ارجو ان الناس تستخدمها، واحنا النهارده ومعاك، واحنا كمجموعه خدمات محيطه بالتكنولوجيا، حضرتك بقناتك، انا بمعرضي، جورنالك، مين تاني بيقدم الخدمات دي، شغلتنا اننا نطور هذا العمل لحد ما يوصل للشكل اللي احنا عايزينه. وزارة الإعلام ووزارة الداخلية من أكثر الوزارات اللي بتعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتطوير خدماتها للجمهور اللي بتتعامل معاه. يا ترى وضعهم إيه السنة دي؟ ربنا يكون في عونهم. يعني ما لهمش تواجد معانا في كايرو اس تي؟ لا ما لهمش تواجد، يعني نايل سات طبعا موجود في الكايرو اس تي، يعني موجود، يعني النهارده بنيجي نتكلم نقول النايل سات والعرب سات واليوتل سات موجودين، ده جزء خاص بالاقمار الصناعيه كصناعه ده موجود. لكن وزاره الاعلام نفسها لا، يعني انا لان انا بعمل في وزاره الاعلام في التلفزيون، فالوضع عندنا صعب، يعني الوضع في التلفزيون صعب قدامه شويه على ما يستقر. وان كان الحديث عن الاندماج بين التكنولوجيا والاعلام ده مهم جدا لتطوير الخدمات الاعلاميه في ظل المنافسه الفضائيه الهائله، فاعتقد يعني كان ضروري يبقوا متواجدين. اعتقد الاهتمام الاول النهارده ان هم يوفروا المرتبات، يعني ويشوفوا المطالب اللي موجوده لجهاز بيضم جواه حاجه و40,000. فهم يعني فاكر لما احنا كنا بنتكلم من شويه بنقول لا تعلن ما انت لست بصدد على الشركات. صحيح. لا، الناس دي بتعلن وبتقول احنا حالنا صعب وعلينا ديون ووضعنا كذا. يعني الناس دي حتى لو تواجدت بدون ما تدفع اشتراكات في المعرض ما عندوش حاجه يقولها اليومين دول. فيعني ربنا يعدلهم الايام دي على خير، لان ده جهاز قومي مملوك للشعب. نرجو ان الناس يعني ترحمه قليلا والداخليه ترحمها قليلا عشان يقدروا يقوموا يشتغلوا بدورهم بالشكل اللي الناس نفسها ان هو يحصل. ايه الرساله في النهايه اللي تحب توجهها كاعلامي لشباب الشباب نقدر نقول الشباب الثوري الموجود دلوقتي في كل حته في مصر، ازاي ممكن يعظم استفادته من التكنولوجيا عشان يطور اداؤه بحيث ان هو نقدر كلنا نخدم بلدنا بالشكل الايجابي الصح؟ يعني تواصلتم على الفيسبوك وتواصلتم على تويتر، لكن التكنولوجيا ما هياش فيسبوك وتويتر. فيسبوك وتويتر دولت يعتبروا مدخل الى المزيد من التكنولوجيا. انا بشوف شباب سواء مصري او غير مصري من خلال بلاتفورمز تكنولوجيه بيقدروا ان هم يحسنوا من اسلوبهم في الحياه. اللي مطلوب منك كشاب انك انت تبقى احسن، مش مطلوب منك تعمل حاجه تانية. انت تبقى احسن، انت تبقى كويس، انت تبقى قادر ان انت تقدم حاجه. ده هيفتح لك باب عمل، هيفتح لك باب رزق ان شاء الله كبير، ويفتح للبلد كمان. يعني هو ده، ما هي ده اللي انا كنت عايز اقوله، ان هو لو انت كويس وانا كويس وكل واحد في الموجودين كويس، هنبقى مجموعه من الناس اللي على بعضهم بيشكلوا مجتمع صالح. نمي نفسك، حسن من نفسك دون انانيه طبعا، لكن الرساله هي كل ما انت هتبقى كويس كل ما مجتمعك هيبقى كويس. صحيح. سؤال يمكن بساله لك دايما، زي ما ان احنا دايما عايزين كايرو اس تي يبقى المعرض الاقليمي لمنطقه شمال افريقيا. انا عارف طبعا ان ممكن يكون في تونس وفي ليبيا الوضع ممكن يكون صعب، ولكن الى اي مدى ممكن تكون بتفكروا او موضوع محطوط على الاجنده في الرؤيه المستقبليه لكايرو اس تي؟ بص عليك، احنا كمعرض سياستنا من ساعه ما سميناه كايرو اي سي تي ان هو معرض ليس للتصدير. يعني مش عايز اخد كايرو ده مش هينفع اروح اعمله في الخرطوم،
فالرهان هو ان يبقى هذا المعرض هو محور الجذب لمصر. طبعا في ال16 سنة اللي فاتوا مستعد احكي لك ان في كل سنة كان في حدث شكله عامل ازاي يؤثر سلبا على ان الناس تبقى عايز تيجي مصر، ما بين مذبحة الأقصر في 97، الأزمة الاقتصادية فين، ضرب العراق ما اعرفش سنة 2000 وايه، احتلال الايه ساعة ايه، فلسطين حصل فيها ايه، بيعمل لك دايما هذه الحالة من التوتر، بالإضافة إلى عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بأنها تدعم هذه الصناعة بشكل عام، صناعة المعارض أو صناعة المؤتمرات أو السياحة نفسها. واحنا بندعم السياحة بيه، احنا بنعمل لها ايه؟ بنعمل لها شوية إعلانات في التلفزيون في CNN، هو ده اللي يدعم السياحة؟ ناهيك عن ان المشاكل الأمنية بتصعب الموضوع. انت النهارده لما تيجي تقول الدول العربية كلها بتشتبه في بعضها وفي مواطنين بعض عند الدخول، فتيجي تجيب لواحد فيزا ممكن تقعد شهر ونص عشان تجيب لواحد فيزا. حتى دبي نفسها اللي كانت اكثر البلاد انفتاحا وتاخد الفيزا في 3 ايام، النهارده الوضع اعتقد انت عارف انه اتغير. اذا الهاجس الامني هو هاجس كبير، وهاجس ارتفاع اسعار التنقل ده هاجس كبير، ومشكله بتوع السياحه زي اصحاب الفنادق اللي اول ما العجله تدور تلاقيهم رفعوا الاسعار بشكل مش مناسب. كل ده محتاج ان هو يتحسم، هو ده اللي هيؤدي اننا نبقى مصر مركز اقليمي ليس سياسي فقط ولكن اقتصادي وسياحي وغيره، وبطبيعه الحال هينعكس على ICT وغيره. صحيح. في النهايه اسامه كنا عايزين نعرف منك امنياتك لمعرض كايرو ICT ايه، والقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري ايه؟ امنيتي هي النجاح ان شاء الله والاستمرار. معنى كلمه النجاح هي ان المعرض يحقق للمشاركين فيه ولزائريه ان هم يحقق تلاقي ينتج عنه عمل، ما لهاش اي ترجمه اخرى، ما لهاش اي ترجمه اخرى. فبالتالي ارجو من الزوار انهم يتواجدوا ان شاء الله، ارجو ان تكون الشركات المشاركه عملت اللي بنسميه الهوم ورك بتاعها، لان الهوم ورك ده هو مش عايز اسميه الواجب، يعني ان الواجب ممكن تتفهم غلط. الهوم ورك بتاعها ده انها تبقى قاعده جهزت حاجه للناس تيجي تلاقيها فتشتغل عليها، زي ما كنا في 2011 لما طلعنا في مايو، يعني كنا بعد الثوره بالظبط ب4 شهور، كنا متنفس، اول متنفس يحصل في مصر لحاجه كانت كايرو ICT، فالناس اقبلت. النهارده بنقول فات سنه، ما يبقاش بس متنفس، يبقى متنفس واقبال على العمل بجهد ان شاء الله. كيف سيتواصل كايرو ICT مع الذين لن يتمكنوا من زيارته؟ يعني هل هيبقى ليه على اليوتيوب، هيبقى ليه تواجد؟ هو في لايف ستريمنج لكل الجلسات. جميل. كل الجلسات معمول لها لايف ستريمنج على الموقع kairoict.com. وفي نفس الوقت هتكون كل هذه الجلسات بعد كده مسجله بحيث انها تبقى موجوده على الموقع، اي حد يستعيدها في اي وقت لاحق. طبعا من خلال حضرتك ان احنا ممكن يكون طبعا موجود على موقعك الكثير من المتخصصين هم رواده بيبقوا موجودين عليه، ان تكون برضو الدوكيومنتس والفيديوهات دي موجوده عندك بحيث انها تقدم في اي وقت. الحاجه الاخيره ان انا نقول لهم يعني تعالوا احسن. ماذا تطلب من زملائك الاعلاميين المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات لتحقيق النجاح اللي كلنا بننشده الكايرو ICT؟ عايز دي حاجه مهمه جدا. يعني هذه الصناعه، صناعه الاعلام المتخصص، محتاجه ان الناس اللي كانت في فتره من الفترات متوحده ومترابطه انها ترجع تاني تتوحد وتترابط، لان حصلت فرقه شديده جدا في صفوف الشباب الواعد ده، وانت حضرتك متذكر يعني من 15 سنه ومن 10 سنين ومن 5 سنين كان كل اللي بيدخلوا كان بيبقى صغير السن مقبل على الحياه. صحيح. الكل او المعظم حقق نجاحات بدرجات متفاوته. مشكلتنا في مصر اننا لما بننجح بننفصل. لا، عايزين مره تانية نقول
ان هذه صناعه في حد ذاتها قائمه بذاتها، هي صناعه الاعلام المرتبط بالتكنولوجي. اذا ما رجعش اعضائه يلعبوا في نفس الدوري مع بعض يتنافسوا، ولكن يتنافسوا داخل اطار سباق واحد بقواعد واحده، اعتقد ان العواقب ممكن ما تكونش في صالح هذه الصناعه. احنا انجح قطاع اعلامي متخصص في مصر. صحيح. احنا انجح من السيارات وانجح من الصحه وانجح من التعليم وده، وبطبيعه الحال لازم نرجع تاني يبقى فيه بقى التعاون والتنسيق، يبقى فيه كود اوف اثكس، يبقى فيه حاجات معينه احنا متفقين عليها، نبقى الشركات والمؤسسات والهيئات عارفه هي بتتعامل مع مين وازاي. اتعملت الروابط واتعملت الشعب واتعمل ده كله، لكن لسه محتاج شغل اكتر. انا كواحد اصلا خلفيتي اعلاميه وكواحد زيكم دخلت في المجال التكنولوجيا، وانا اصلا ما هواش مجالي لكن دخلته من خلال الكايرو اي سي تي. بقول تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض تاني في كايرو اي سي تي اللي جاي، ونعمل حاجه كلنا نشارك فيها. اديك حضرتك شفت القطر ممكن بيفرم واحد فينا مهما كان متخيل نفسه ان هو في افضل مكان. فتعالوا تاني يا جماعه، بدل ما نتفرم كلنا تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض ونشوف هنعمل ايه الفتره الجايه. والحقيقه بنختم لقائنا مع الاعلامي الكبير استاذ اسامه كمال منظم معرض كايرو اي سي تي بهذه الدعوه الكريمه ان لكل الزملاء المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان هم يتوحدوا من خلال معرض كايرو اي سي تي لمناقشه التحديات اللي بيواجهها هذا القطاع، ونامل بان احنا كلنا فعلا زي ما كان الزميل اسامه بيقول ان احنا نتعاون مع بعض لان ده لصالح الصناعه كلها. نامل ان هو باذن الله من خلال تواجدنا في كايرو اي سي تي ان احنا نبلور فكره ازاي يبقى في الاعلام المتخصص ليه تواجده وله رونقه اللي بيساهم بجد في تنميه هذا القطاع. شكرا لك اسامه مره ثانيه. شكرا لك. بالتوفيق باذن الله. لا هم دريانين بمشاكلنا ولا بيحلوها. كان أهم هذه الحقائق هو أن الإنترنت أصبح الفاعل الأساسي في الحياة السياسية في مصر. احنا مصر تحولت إلى مدينة فاضلة في التحرير، وخلال 18 يوم نظرا لأن كل المصريين توحدوا حوالين هدف واحد. مواقع التفاعل الاجتماعي ترتعي اليد العليا في تنظيم وتجميع الجماهير والشباب بوجه خاص وتحريك الأحداث من خلاله. بنشجع على النمو للكوادر اللي موجوده عندنا ان هم يوصلوا في الاخر للمناصب القياديه.